اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد ووصفه جديده. هنعمل مع بعض كده شويه معجنات تقدري تعمليها كده بكل سهوله، سريعه جدا، تتعمل كده في دقايق، من غير بقى دقيق ابيض ولا شوفان ولا بيض ولا اي مواد دهنيه. ينفع بقى تحشيها بالحشوه اللي انت بتفضليها، وانا هقول لكم كده في الفيديو واحنا ماشيين على بدايل الحشوات. تقدري تعملي منها كميه لان طعمها لذيذ جدا. بتحطيها في الفريزر وتطلعي منها كده وتسخنيها في الميكروويف، بيبقى كأنك لسه عاملاها. صحية وسعراتها منخفضة، وبصراحة لذيذة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة، بس يلا كده بسرعة اشتركي في القناة ولايك وشير لو عجبك الفيديو. المكونات بتاعتي بسيطة جدا. انا معايا هنا 150 جرام من الدقيق الاسمر اللي هو دقيق الحبة الكاملة، وكمان معايا 75 جرام من دقيق الشعير، وكمان معايا علبة زبادي كبيرة اللي هي تقريبا 190 جرام او 200 جرام، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. دي المقادير بتاعتي، حاجات بسيطة كده هنحطها واحنا ماشيين وهقول لكم عليها. بالنسبة للدقيق الأسمر عايزة كده أعبره معاكم علشان تشوفوا هيجي قد إيه بالكوباية. أنا حطيت كده 150 جرام، طلع كوباية زي ما انتوا شايفين أهو، يعني كوباية من الدقيق الأسمر. أنا بحب أستعمل سنبلة الفرات، بيبقى حلو جدا. وكمان جبت دقيق الشعير هعبره برضو معاكم 75 جرام، يعني تقريبا نص الكمية بتاع دقيق الشوفان. هحطها كده، طلعوا قد إيه؟ كوباية إلا ربع بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. يعني 150 جرام من الدقيق الأسمر حوالي كوباية، و75 جرام من دقيق الشعير كوباية إلا ربع. ومعايا الزبادي، هحط كده الدقيق على بعضه زي ما انتوا شايفين كده في بولة كبيرة عشان أبدأ أعجن. وهحط كده ذرة من الملح صغيرة، مكتريش وهقولك ليه. وكده معلقة كبيرة من البيكنج باودر، مش هنحط خميرة ولا أي حاجة. ودلوقتي هبتدي كده أنزل بالزبادي جزء بجزء. حطيت كده نص الكوباية وابتدأت أقلب بالشكل ده. دلوقتي بقى هضيف كده معلقة من الجبنة كمادة كده للترابط، وبتدي طعم حلو قوي. انا استخدمت جبنة خشالة، دي طبيعي 100%، ما فيهاش دهن نباتي خالص. الجبنة دي حلوة قوي وانا دايما بجيبها وبستخدمها. وقلبتها بقى بالشكل ده، وهضيف باقي الزبادي. وقلبت كده المكونات كلها مع بعض، بس لقيت ان هي لسه محتاجة مواد سايلة، فجبت كده ربع كوباية من المية، وابتديت كده احط جزء بجزء زي ما انتوا شايفين. وبقلب كده بالسباتيولا، انا ما عجنتش بايديا خالص ولا وسخت ايديا. بقلب كده بالسباتيولا وبلف كده كل المكونات مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هحط ميه تاني، لقيتها محتاجه لسه ميه تاني. وخلاص بقى انا اخدت اقل من ربع كوبايه. هبتدي كده اقلبها مع بعض واعجنها في بعض كده زي ما انتوا شايفين. ممكن تستخدمي ايديكي، مفيش اي مشكله، بس انا ما استخدمتش ايديا خالص واتعجنت معايا بكل سهوله. بدات تتعجن معايا اهي، بس هحط ايدي كده هلاقيها لسه ملزقه. مش هحط اي حاجه تاني، بس هسيبها كده حوالي دقيقتين. وهبتدي كده اجيب الصينيه اللي انا هشتغل فيها، وحطيت كده فيها ورقة زبدة، وحطيت كده نقطتين من زيت الزيتون على ورق الزبدة عشان الفطاير بتاعتي ما تلزقش اهو. هبتدي بقى اجيب كده معلقتين من الجبنة، اي جبنة طبيعي، يعني بلاش يكون دهن نباتي. انا جبت كده جبنة برميلي او جبنة خشالة او اي نوع جبنة انتي بتفضليه، ممكن كمان القريش بتبقى حلوة قوي. حطيت كده عليها معلقة من الزعتر، وهبتدي اهرسها بالشكل ده عشان احشي بيها الفطاير اهو. حلو قوي كده. وجبت بقى العجينة بتاعتي، عدى عليها كده حوالي 3 4 دقايق. هحط ايدي كده على العجينة، خلاص ما بقتش تلزق. هبتدي بقى اتعامل معاها، بس في الاول كده هحط كده حوالي نقطتين من زيت الزيتون على ايديا عشان اقدر ان انا اتعامل مع العجينة اهو. نقطتين بس مش اكتر. هبل ايدي كده وهبتدي بقى ان انا اشكلها. باخد كده قطعة، عايزة تعمليها كبيرة صغيرة الحجم ده بتاعك انتي، بس الحجم اللي انا عملته ده مناسب جدا. ولفتها كده على ايديا وابتدأت افردها عشان احط فيها الحشو. هحط الجبنة بالزعتر اللي انا عملتها اهي، وهحط كمان زيتون، وهحط كده شرايح من البسطرمة. الحشوة اللي انتي بتفضليها استخدميها، يعني براحتك خالص. عايزة تحطي جبنة بس، عايزة تحطي زيتون بس، عايزة تحطي قطع من الفراخ، اي حاجة انتي بتفضليها استخدميها الموجودة عندك. عايزة تعمليها سادة مفيش اي مشكلة. هاخد كده قطعة تاني
والفها برضو كده على ايديا عشان اعمها واقدر اشكلها اهو. بص كده العجينة حلوة قوي وطرية. هحط برضو كده الجبنة بتاعتي، وهحط كمان بسطرمة، وهحط زيتون، وهقفل عليها بالشكل ده. هقفلها كويس جدا عشان الجبنة ما تسحش وتطلع بره، والفها كده على ايديا وادورها، وهحطها كده في الصينية بتاعتي. الحشوة التالتة بقى في اليوم ده انا كنت بعمل مكرونة بالمشروم، فكان عندي مشروم جاهز، فابتدأت كده اخد حتتين من المشروم، قطعتين كده، واحط عليهم زيتون، وكمان احط قطعة من الجبنة، وقفلت عليها بالشكل ده. وهكمل بقى باقي الفطاير بتاعتي كده مع نفسي، وبعد كده هنشوف الخطوة اللي جاية ايه. اهم حاجة تلفيها على ايديكي كويس عشان تبقى مدورة كده وشكلها حلو. جبت كده نقطتين من العسل، سواء العسل الابيض او الاسود، انا مش حابة احط فوق الوش بيض. وابتدأت كده ايه ان انا ادوبهم مع معلقة من المية، ودهنت الوش بتاع الفطاير بالشكل ده، عشان كده لما احط على وشها اي بذور كده او حبة بركة كده وسمسم زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي تلزق معايا. حطيت كده الاول على كل قرصة او كل فطيرة حبة البركة، وكمان حطيت شوية من السمسم، وبعد كده بقى هضغط عليهم ضغطة بسيطة علشان ما يقعوش في التسوية. ضغطة بسيطة كده، حلو قوي كده. وهكمل القرص اللي باقية، وهبتدي دلوقتي ادخلها الفرن على درجة حرارة 180. قعدت معايا حوالي ربع ساعة مش اكتر من كده، وطلعتها من الفرن بقى كان شكلها تحفة. بصوا بقى لونها والطراوة بتاعتها حلوة جدا. بس انا هجيب فوطة كده واحاول ان انا اغطيها حوالي 10 دقايق، وبعد كده نشوفها مع بعض. سهلة جدا في عمايلها زي ما انتوا شفتوا كده، وريحتها وهي بتتخبز كانت خطيرة. ريحة الجبنة مع الزعتر كانت حلوة قوي. شايفين بقى القرص بتاعتنا طرية وحلوة جدا، والحشوة كمان تحفة. طبعا كمان البسطرمة بتديها طعم وريحة حلوة قوي. انا بفضل بصراحة الحشوة اللي بتكون بالبسطرمة، لانها بتدي ريحة كده في الخبيز، وبتدي طعم المعجنات بتبقى حلوة قوي. شايفين طرية ازاي؟ حلوة قوي. والحشوة اللي انت بتفضليها احشي بيها مفيش اي مشكلة. تقدري بقى ان انت تحفظيها كده في التلاجة. انا كده خدت الكمية اللي انا عملتها، طبعا مش هتاكل في يوم واحد ولا حاجة، بقعدها عندي حوالي اسبوع. بحطها كده في التلاجة او في الفريزر زي ما تحبي. انا حطيتها في علبة زي ما انتوا شايفين كده، وبغطي العلبة وبشيلها في التلاجة. كل ما بحتاج منها بطلعها وبحطها في الميكروويف، بتسخن بتبقى كأنك لسه عاملاها، بتبقى جميلة جدا. طريقتها سهلة جدا وبسيطة وسريعة، ما احتاجتش مننا مجهود ولا وقت، والمكونات بتاعتها بسيطة زي ما انتوا شفتوا كده، والسعرات بتاعتها قليلة. انا بتمنى يكون الفيديو بتاعنا النهاردة عجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. يلا باي باي، سلام.